سالو لي زامي، اهلا وسهلا بكم في فيديوهات تعليم اللغه الفرنسيه مجانا. انا هبه. درسنا النهارده بيتكلم عن لا نيجاسيون. يعني ايه لا نيجاسيون؟ لا نيجاسيون في اللغه الفرنسيه هي النفي. النفي هو ان انا ازاي انفي فعل او انفي شيء. طيب، النفي بمنتهى البساطه هندرسه. اول مستوى من مستويات النفي هندرسها هيكون باستخدام النو با. ده اول مستوى من مستويات النفي، وهو بيتكون من ان احنا بنضع الفعل ما بين كلمة نو وما بين كلمة با. زي مثلا مثال: Je ne suis pas française. Je ne suis pas française. المثال ده معناه أنا لست فرنسية. المثال التاني اللي عندنا بيقول Je ne suis pas architecte. Je ne suis pas architecte، ومعناه أنا لست مهندس معماري. إذا أول طريقة من طرق النفي هي إن إحنا بنستخدم النو با. تاني طريقة أو تاني ليفل من مستوى من مستويات النفي هي إن إحنا بننفي باستخدام النو بلس. اعتقد ان كتير منكم سمع الفرنساويين بيستخدموا الاسلوب ده بالنو بلس، لكن علشان نوضح معناها ايه، معناها ان الشيء اللي انا بنفيه ده كان بالفعل موجود ولكن لم يصبح موجود anymore، زي ما بنقول بالانجلش anymore. يعني مثلا اقول انا بفتح شنطتي ببص ما لقيتش الكتاب اللي انا كنت حاطاه الصبح. يبقى معناه لما اجي اعبر عن الواقع هقول الكتاب is not in my bag anymore. anymore يعني اقصد كده ان الكتاب كان في شنطتي ولكن ما بقاش في شنطتي تاني. خلينا ناخد مثال اخر على النو بلس. المثال بيقول l'acteur n'est plus sur la chaîne. l'acteur n'est plus sur la chaîne. المثال ده معناه كلمة acteur معناها الممثل، وكلمة شن معناها القناة التلفزيونية. طيب لما أقول l'acteur n'est plus sur la chaîne يبقى أنا أقصد إن الممثل is not anymore على القناة التلفزيونية. معناها إن الممثل كان على القناة التلفزيونية ولكنه يعني no more على القناة التلفزيونية. هو خلاص دلوقتي ما بقاش. يبقى كان موجود لكن دلوقتي ما بقاش. ده المعنى اللي احنا بنحاول نوصله لما بنستخدم النو بلو، وده يختلف تماما عن المعنى بتاع نو با، لان انا لما بستخدم النفي باستخدام نو با انا بنفي الحدث في الوقت الحالي. لكن انا لو عايزه اوصل فكره انه كان فيه لكن ما عادش فيه يبقى هنا هستخدم طريقه النفي باستخدام النو بلو. مثال رقم 2: Le docteur n'est plus à l'hôpital. Le docteur n'est plus à l'hôpital. المثال ده معناه ايه؟ معناه ان الدكتور كان في المستشفى لكن هو دلوقتي ما عادش في المستشفى. ده الفرق في المعنى. لو كنت قلت le docteur n'est pas à l'hôpital يبقى انا عايزه اقول لك ان الدكتور مش في المستشفى بمنتهى السهوله. انا كده وصلت لك معلومه واحده بس، وهي ان الدكتور ليس في المستشفى الان. لكن لما بستخدم نو بلو، لما اقول le docteur n'est plus à l'hôpital كده انا وصلت لك معلومتين. المعلومه الاولى ان هو كان بالفعل في المستشفى، المعلومه الثانيه ان هو غادر المستشفى وما اصبحش في المستشفى. فده الفرق في طريقتين او ليفلين النفي. اول نفي نو با، انا بنفي الفعل الحدث في الوقت الحالي. النو بلو بقول انه الحاجه دي كانت موجوده ولكن ما عادتش، ما اصبحتش، is no more لما بنتكلم بالانجلش. اخر مثال عندنا في النفي le livre n'est plus dans mon sac، وده معناه ان الكتاب is not anymore in my bag، وده معناه ان الكتاب كان في شنطتي. دي اول معلومه. وتاني معلومه ان الكتاب ما عادش في شنطتي is not in my bag anymore. ده الفرق في استخدام مستويين النفي نو با ونو بلو. طيب، تاني جزء من الدرس بتاعنا النهارده هو جزء بسيط جدا وهي لا ليزون.
لا ليزون في اللغة الفرنسية، كلمة ليزون يعني بتدل على العلاقة. طيب كلمة ليزون دي أو فكرة الليزون في اللغة الفرنسية بتعني، للأسف كتير من دارسين اللغة الفرنسية بيجدوا صعوبة في بادئ الأمر في إن هم يفهموا الكلمات اللي بتتقال، ودايما يشتكوا يقولوا الفرنساويين بيتكلموا بسرعة قوي، احنا ما بنلحقش نسمع هم بيقولوا ايه. طيب أحد التكنيكات المستخدمة في اللغة الفرنسية اللي بتجعل هناك صعوبة لمتعلمين اللغة الفرنسية لفهم الكلمات حين تنطق هي فكرة لا ليزون. يعني ايه لا ليزون؟ بمنتهى البساطة احنا واخدين قاعدة بتقول ان الفرنساويين مش بينطقوا اخر حرف في كل كلمة. تمام؟ تمام جدا. القاعدة دي بنكسرها في حالة إذا كانت تاني كلمة بتبدأ بحرف متحرك، حرف فويل. طيب ناخد مثال. لما باجي أقول أنو، يعني إيه أنو؟ أنو يعني سنة، ما بقولش أن أو، رغم إن أنا بكتبها اللي هو الارتيكل انديفيني اللي هو قلنا في درس سابق زي والان، و اون اللي هي السنة. طيب ليه ما بقولش اون؟ سوري، ليه ما بقولش صح. طيب ليه ما بقولش اون؟ ميك سنس. فليه ما بقولش اون؟ بقول انو. هي دي الليزون يعني ايه؟ يعني الارتيكل انديفيني اللي هو اسمه باللغة الفرنسية خلاص هنطقه ان، و او اللي هي سنة فهقول انو. فده بيعمل طبعا صعوبة للناس اللي جاية تتعلم فرنساوي جديد، يقول لما يسمعوا يقول انو، يقول ايه ده، هو قال ايه؟ يعني ايه انو اللي هو قالها دي؟ هي دي الفكرة. الليزون هو اللي بيعمل مشكلة او صعوبة في ان احنا كمتعلمين لغة فرنسية جداد نفهم هما بيقولوا ايه. طيب ناخد مثال كمان. ليزوم احنا واخدين في الدرس بتاع ادوات المعرفة ان لي هي اداة معرفة للاسماء الجمع. طيب حلو جدا. كلمة هي بمعنى رجال. طيب بتبدأ بحرف الاش، وده بيعتبر برضو من الحروف اللي المفروض لما نشوفها هنعمل ليزون. فاحنا هنقول ايه؟ مش هنقول لا، هنقول ليزوم. شايفين انا كده نطقت الاس ووصلتها بالكلمة اللي بعديها. تعالوا نشوف مثال كمان. ليزيو يعني ايه ليزيو يعني العينين. خدتوا بالكم ان انا نطقت الاس بتاعت ليه، ما قلتش ليو، قلت ليزيو، فنطقت الاس. فالراجل اللي بيتعلم فرنساوي جديد يقول ايه ده، يعني ايه ليزيو؟ هو اشمعنى نطق الاس عشان دي اسمها الليزون. ودي تريكة موجودة في اللغة الفرنسية لازم نتعلمها علشان لما نسمع فرنساوي نفهم هما بيقولوا ايه. طيب مثال كمان. لزوازو يعني ايه لزوازو يعني الطيور، birds. طيب خلوا بالكم وازو يعني طيور. طيب انا ليه ما قلتش ليه وازو؟ ما ميك سنس، لان ليه اداة معرفة للاسماء الجمع، لكن انا نطقتها لحد الاس مخصوص لانها بتبدا بحرف الاو. كلمة وازو بتبدا بحرف الاو وده حرف فويل، فقلت ليزوازو. طيب اخر مثال عندنا مثال سهل وبنستخدمه كتير قوي، ميزامي. انت ليه قلتي ميزامي؟ ده المفروض في ادوات الملكيه البوسيسيف بنقول مي للجمع، ما بنقولش ميز. طب انا ليه بقى قلت ميز؟ خلاص كده فهمنا لاننا درسنا الليزون مظبوط، لان اول حرف في الكلمه التاليه هي حرف فويل اللي هي فعشان كده انا قلت ميزامي، ما قلتش مي امي، ميزامي. مثال كمان على الليزون لما بقول تيز انفون. يعني ايه تيز انفون؟ المفروض ان هي معناها your children، اولادك. حلو. طيب انا ليه قلت تيز؟ ليه ما قلتش تي انفون؟
لان اخر حرف اللي هو الاس هيتنطق على غير العاده exceptionally في كلمه تي اللي هي ضمير ملكيه، لان الكلمه اللي بعديها اللي هي enfant بتبدا بحرف فويل اللي هو الاو، فمش بقول تي enfant، بقول تيز enfants. تيز enfants يعني اولادك. درسنا النهارده انتهى، كان درس سهل قوي. لو حاسس انك استفدت ما تنساش تدعمنا بلايك وشير علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، وما تنساش تدوس سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. باي.